السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتي شيماء أبو المجد. نعمل مع بعض النهاردة بقى العجوة بطريقة سهلة جدا وبسيطة من الألف للياء. عايزة أقول لكم نفس الطعم ونفس القوام بطريقة سهلة جدا وبسيطة وأنضف كمان، لا رملة ولا أي حاجة خالص، وبجد حلوة قوي. أنا عملتها معاكم مرة كانت نفس الطعم بس مش نفس القوام، هنعملها المرة دي بقى بحذافيرها. أول حاجة كده معايا 1.5 كيلو من البلح الرطب، غسلته كويس جدا لحد المية معايا بقت رايقة تماما زي ما انتم شايفين كده. لازم المية تكون معاكي نضيفة خالص عشان العجوه معاكي تطلع نظيفه ما فيهاش لا تراب ولا رمل ولا اي حاجه. هبدا بقى ان انا اقشر البلح بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، وهبدا ان انا اطلع منها النواه واحطها في طبق نظيف كده ما فيهوش ميه ولا اي حاجه. هخلص بقى كل الكميه وبعد كده هجيب معايا هنا صينيه تاخد كل الكميه اللي معايا. هبدا ان انا ارصهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، مش هخلي واحده على التانية، لازم يكونوا زي ما انتوا شايفين كده مرصوصين واحده جنب التانية كأننا بنرسم بالظبط لوحة فنية. عايزة اقول لكم والله العظيم مسلية جدا. هخلص بقى كل كمية 1.5 كيلو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده هقول لكم انا هعمل ايه. هي الموضوع بس هو مش صعب خالص ولا اي حاجة، دي سهلة جدا. هو الموضوع بس بياخد شوية من الوقت مش اكتر من كده. دي كانت طرحة عندي او اي شيل ابيض عندك، هبدأ ان انا اغطي بيها الصينية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهثبت الشاشة او القماشة اللي عندي بمشابك عشان بس ما تطرش ولا اي حاجة، لان احنا ممكن نحطها في البلكونة او على السطح. تمام، احنا عايزين البلح معانا ينشف تماما. تمام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ثبتها بقى كويس جدا بالمشابك، وهبدا بقى ان انا اخد الصينيه بتاعتي دي وهطلع بيها على السطح. انا عملت الموضوع ده يوم الاربع، رصيتهم كده في الصينيه كان يوم الاربع زي ما انتوا شايفين كده. ثبتهم بقى كويس جدا وطلعت على السطح وابتديت ان انا احطها بالشكل ده، وهبدا ان انا احط القماشه بتاعتي او الشاشه تحت الصينيه عشان ما تطرش ولا يدخل اي هواء ولا اي تراب ولا اي حاجه خالص. وهسيبكم بقى مع المنظر الجميل ده. سبحان الله، طبعا ما فيش اجمل من الطبيعه. نذكر الله ونصلي على سيدنا محمد كده. ونيجي بقى ليوم الجمعه، قلت اطلع ابص عليه كده، لقيته ان هو لسه طري. انا مش عايزاه ينشف معانا تماما، بس انا عايزاه يفقد شويه حلوين كده من السوائل بتاعته، فقلت لا هسيبه كمان شويه. هغطيه تاني وهبدا ان انا اسيبه وهفتح عليه بقى او اشوفه كده يوم الاحد. طلعت يوم الاحد وشفته لقيته تمام وزي الفل معايا، وبقى فيه فراغات كده بين كل بلحايه والتانيه زي ما انتم شايفين كده. احنا طبعا كنا رصينهم خالص جنب بعض. هبدا بقى ان انا اخدهم من الصينيه احطهم في صينيه تدخل الفرن، واشغل لها الفرن من تحت بس كده، احطها في الرف اللي في النص لمده 10 دقايق. منه ايه؟ منه ان هو هيعقم معانا البلح لو في رطوبه هتطلع منه، وكمان هيبقى البلح معانا طري يسهل عليا عمليه الفرم. تمام، انا خلصت اهي دي كل الكميه دي 1.5 كيلو بعد التجفيف. تمام، هدخلها بقى الفرن وبعد كده هطلعها اسيبها بس 10 دقايق مش اكتر من كده. طبعا البلح معايا لسه سخن جدا. جبت بقى المفرمه دي تقريبا كده موجوده عند اي حد مصري. هبدا بقى ان انا اركبها واثبتها. انا ثبتها عندي على الرخامه، عندك على طبليه ترابيزه اي حاجه. وابدا بقى ان انا اخد البلح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، احطه معايا في المكان اللي احنا بندخل منه اي حاجه احنا عايزين نفرمها. طبعا لو مش عندك المفرمه دي ممكن في الكبه بتاعتك مفيش مشكله، بس تحطي شويه بشويه عشان الكبه لا قدر الله ما يحصلهاش اي حاجه. وهبدا بقى ان انا الف فيها بالشكل الجميل ده. هتبدا ان هي معايا تفرم البلح ويطلع معاكي عجوه. شايفين بقى لونها فاتح ازاي؟ عايزه اقول لكم احنا بنشتريها من بره لونها غامق، لان طبعا بيبقى فيها تراب مش بيغسلوا البلح. طبعا يعني بيبقى فيها شوائب كتير جدا. انت لو عايزه توصلي للون اللي انت حباه ممكن تحطي عليها وانت بتفرميها كده معلقه من الكاكاو الخام، هيديكي معاكي اللون الغامق. بس بصراحه لونها وهي فاتح كده احلى كتير. وعايزه اقول لكم نفس القوام ونفس الطعم بالظبط. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه. عايزه اقول لكم بقى ان هي مش موفره، لان انا شاريه كيلو البلح ب20 جنيه، يعني كيلو ونص شاريهم ب30 جنيه. انت ممكن تشتري اصلا كيلو العجوه من بره ب30 جنيه هيوفر عليكي. بس عايزه اقول لكم بقى ان هو نظافه، لا في رمل ولا في اي حاجه، وانت ضامنه ان انت عاملاها بايدك لاولادك، عارفه انت هتاكلي اولادك ايه. فعايزه اقول لكم بجد هي حلوه جدا، لا هتلاقي بقى رمله كده تحت سنتك ولا ضرسك ولا اي حاجه. عايزه اقول لكم بجد هي حلوه. لو هتسالوني انا هكررها تاني، هكررها تاني مفيش مشكله. انا اهم حاجه عندي ان هي تكون نظيفه وجميله بالشكل اللي انتوا شايفين ده. خلاص كده ده كل اللي طلع معايا من الكيلو ونص. نضفت المكنه بتاعتي بقى، طلعت منها الجزء اللي انتوا شايفينه ده، وهبدا ان انا المها كده. لو انت بقى عايزه تحطي عليها شويه من السمسم ومعلقه كده من الكاكاو الخام ومعلقه من السمنه مفيش مشكله. الكيلو ونص البلح نشوف مع بعض كده طلعوا لي قد ايه من العجوه. طلعوا لي بالظبط 555 جرام، يعني نص كيلو وشويه. الكميه حلوه مش وحشه بالنسبه لي، مرضيه واكررها تاني. هبدا بقى ان انا المها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وزي ما قلت لك حابه تحطي سمسم تحطي قرفه تحطي كاكاو خام تحطي سمنه مفيش مشكله، بس انا بحب اعمل الخطوات دي قبل ما احشي بيها على طول. تمام،
هبدا بقى ان انا اجيب الكيس بتاعي، فتحته كيس نايلون عادي جدا اللي هو بتاع التلاجة. هبدا بقى ان انا احط فيه القطعه بتاعه العجوه بتاعتي والفها وبس كده. جربوها صدقوني هتعجبكم والله، نظافه، نفس القوام ونفس الطعم، بس انت حاجه عاملاها في البيت وضمناها، فجربوها هتعجبكم قوي. ولو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.